هذه الورقه ديال التوقيفات والتعسفيه والايقاف ديال الاجور ما زالت المناضلين والمناضلات الا تضامنا واخاء وتضحيه وتماسكا وتعاضدا. وهذا الشيء راه بان الحمد لله. الموقفات توصل بالاجور تاعهم 100%. وكاين اللي خدا اكثر من الاجر ديالو هو رفض، قال لهم الله يجعل البركه ماشي مشكل. شوفوا لك شي موقف اخر باقي ما خداش، هو توصل بالاجر ديالو وكيفكر في الزميل ديالو واش توصل ولا ما توصلش. وبالتالي امام هذا التضامن كنلقاو بالمقابل خرجات كالعاده ديال الحكومه بعد تستعرض العضلات كذلك عاوتاني وترجع بين قوسين الهبه اللي كتظن منا باننا بغينا نهبطوا لها الهبه. لا، ما بغيناش نهبطوا لك الهبه، راه انتم كتهبطوا الهبه راسكم بهذه الخرجات. من كتقولوا كاين 5100 درهم زياده للاساتذه، الله يهديكم. راه الاستاذ المتقاعد اللي غيتقاعد هذا العام غياخذ 180 درهم 230 درهم تاع خارج السلم، كنهضر على خارج السلم كتعويض. اذا اللي غياخذها كتعويض. وبالتالي زلزال 10 باقي الملف ديالها. لا تقولوا لنا حليتوا مشكل زلزال 10، ماشي انتم اللي مسؤولين عليه. في التصريح الاخير تاع رئيس الحكومه قال لك بانه ماشي مسؤول على ملف زلزال 10، علما انه في اتفاق 14 يناير 2023 هو كتب حل مشكل زلزال 10. انت اللي حضرتي لي السي اخنوش كتبتيها، وتحداك قول لي ما كتبتيهاش. فين هو تحل شي مشكل زلزال 10؟ ما حليتوش، راه انت اللي كتبتي، ما كتبهاش من كيران وما كتبهاش عباس الفاسي قبل، راه كتبتيها نتايا. وبالتالي انت اللي كتبتيها في اتفاق 14 يناير 2023، انت اللي مسؤول عليها. لا كنتي كتقول بانك هذا الارث ورثتيه من حكومات قديمه وماشي انت بوحدك لا تحمل مسؤوليه. انا كنكون خلات اللي خلتي هذاك الورثه ما فرقتيش، كون خليتيه مفتوح. اما دابا انت من وقعتي على اتفاق 26 دجنبر 2023 و10 دجنبر 2023 14 يناير 2023 راه سديتي على الباب ديال الناس اللي مضرورين من 2011، سديتي لهم الباب باتفاق اخر. واش هذا الاتفاق بجره قلم غيمسح الاتفاق القديم؟ اذا كون خليتي غير مفتوح المو بين قوسين، اللي كما كنقول دائما الحلم ليس هو ما تراه في منامك، ولكن الحلم هو ما يحرمك النوم. راه باقي الناس كيطير لينا كاملين، النساء ورجال التعليم تنحقوا هذا الحلم ما دابك لا كان حق. هذا راه ماشي حلم، هذا راه حق ديالنا. وما جيناش كنطلبوا شي واحد وما كنطلبوش الصدقه. المنتخب خسر بقى فينا الحال وتصدمنا. علاش خسرنا؟ شنو الاسباب؟ عندنا جميع الامكانات، ولكن كنتو سادين الباب للنقد والانتقاد. الفكر الناقد كتسدوا لي الباب، اللي يهضر على شي حاجه ماشي وطني هكذا انتما في الاخر. ودابا فعلا ماشي نديروا جلسه تقييميه ونقولوا علاش خسرنا شنو الاسباب باش نستافدوا. لا، سالينا سدوا الباب ما تهضروش. نمشي حتى دابا 3 شهور تلامذ ما قراوش، جيت قلنا 33 يوم وبكل بساطه بحال ماشي شي حاجه. اما 33 يوم متقطعه، واكيد الاخوان ديال الميدان راه يعرفوا بان الدروس ما يمكنش تقدم بشكل متقطع لان السيروره كتمشي الا الا كانت في لا لوا دو غوست اللي كيقول بان المعلومه ممكن ترسخ لا تعطات بشكل متقطع 6 المرات وسير بحث فيها، ولكن ماشي ارساء الموارد. اذا مساله اخرى، هاد التصريحات بيناتكم السياسيه خليوها بيناتكم كسياسيين، مابقاوش تدخلوا الميدان تاع التربيه والتكوين رجاء في هذه المزايدات السياسيه. داكشي علاش كنقولوا بان وزاره التربيه الوطنيه ما خصهاش تعطى للسياسيين بين قوسين وتولي وزاره عندها السياده. ما يشدهاش اي واحد، ما يشدهاش. ما كنلعبوش بالمستقبل تاع وليداتنا، هذا المستقبل. من كنقارنوكم ديما مع سنغافوره ومع النرويج ومع فنلندا ومع اليابان، قارنوا راسكم اصاحبي مع الدول. وحنا بقى فينا الكره كنلعبوا مع الدول، وهذوك الدول اللي لعبتوا معهم في الكره ومرتبين هما الدول الخمسه الاخيره في التعليم. في الاختبار الاخير ديال بيزا هي الاخرى بلا ما نذكر لكم مالي بلا قلب بلا انتم كيبقى فيكم الحال مقاتلين مع بعضياتنا كاملين. لا فينا النفس نديروا النفس باش نتقدموا في هذا الميدان في هذا الميادين. وبالتالي رجاء اي مغالطه تلقاونا موجودين. وتحيه نضاليه للجميع.